يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فآمنوا قلوبهم فهم في أيديهم يتلقون ولو أرادوا لأعلنهم ولكن كره الله بها فصبتهم مدينة مع القائلين لو خرجوا فيكم ما زادوا إلا كما مروا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وكذبوا حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اقتلوا ولا تفتننا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين إن تصيبك حسنة تصبهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتمرهم قد هو كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هل يتقبل منهم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يعدون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم كافرون ويحلفون بالله انهم ما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارا او مدخلا بهم يطمعون ومنهم من يلبس في الصدقات ويعود منها رضوا ويعود منها اذا يسخرون ولو انهم قد ما اذاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يؤذون الله ورسوله وحكم يؤذوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ويستهزئون إن الله مخرج ما يحذرون ولئن سألهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبون لهم الله ولهم عذاب مقيم قالوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمسكوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم عاد مسعود فقوم إبراهيم وأصحاب الذين أتتهم ورسول بالبينات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المصير يحلفون بالأيمان قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر والكفر بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا ما نكبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يغفر لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير منهم من عاد الله لنا آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أشركوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين
يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون لا جهدهم فيسخر منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمكان خلاف رسول الله كرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تفسدوا في الحرب قل نار جهنم اشد خطرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعكم لولا طائفة منهم فاستأذنوا للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا وأن تقاتلوا معي عدوا إنكم شديد بالجهود أول مرة فقولوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم فإنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا ويزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة على عبد الله وجاهدوا مع رسول استعمالوا قول منهم ويضطرون منهم وقالوا لكم مع القاعدين ورضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والأصحاب العوجة رضوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون بالأعراب ليؤذن لهم وقعوا بالحق الله ورسوله فيصيب الكفر منكم هذا العظيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حافظين على رسول الله على المسلم سبيلا والله غفور رحيم ولا على الذين ماتوا لتحملهم قل فلا أجد ما أحمل ما يتقلب أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. आज ना थे किसान 20 बारी खत्म कर 20 बारी खत्म कर 20 बारी पढ़ हां 20 में तक बोल ठीक को ना छोड़ो ठीक आई बकरे बैठ के दा वो रत्ता जे तक है लाइव चल रहा है लाइव 20 बारी पांच थोड़ी सन बकरा छोड़ दे साहब आ जाओ काम दा हां इन्हें कौन है छोड़ना बोले ने हैं छोड़ना नहीं पाए सुखिया दरख्ता हरा नहीं होना होई न हरिया भी सुके जाना होई मोया बंदिया होई मोड़ा नहीं आना होई मजीद अभी तुरे जाना दर्द औलाद दडाडा हुदा मुझे माँ प्यो जुबाने प्यारे सारी उम्र माँ प्यो हो नूर अखी दे मारे बेड़ा लख लगे खुशियां कर दिए
हो जंदा वीर न चढ़ दे खारे सदी बजा वो उस अली दे जाए तो वो जिद टुर गए हर दे सारे सीखाते हम कोई भगवाना ए दादा औखा कमे ओए बचड़े देके ओ दीन बचाओना ए सखियों से नकाम बकरा नहीं बचता बस ये फर्क फर्क है क्या अपनी से साढ़े तो कोई नहीं आओ तुम मैं साढ़े तो कोई नहीं तक नहीं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله وملكه ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا ما يدر والله يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله ولي حكيم ومن الأعراب من يتخذ مغرما ويتربص بكم الضوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم فآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئات لهم يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبات من عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
وقل اعملوا فسيرى الله وملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله ولي حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفون إن لنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله ولي حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا لي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بهذه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعظها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأباه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة من بعد ما قد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا الله ملجأهم منا يصل إليه ثم تاب عليهم يتوب إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم ليأتيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولن يجدوا فيكم إلا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نزل بعضهم إلى بعض هل يراكم من آخرين ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس حين إلى رجل من الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قال ما صدق نزل بهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شيء إلا من بعد إذنه ذلك ربكم فاعبدوه ولا تذكرون
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الله لك السماء ويدوه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا معادلتين والحساب ما أهلكنا له ذلك إلا بالحكمة الآيات لقوم يعلمون إنا في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا غلبوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بما تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجال بالخير قضي لهم أجرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لنجيه قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرهم قال لم يضر إلى ذي كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ولما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا القرآن غير هذا بدل ما يقول لي نبدله من ذلك نفسي سبيل الله ما يوحى إلي أن يخاف من سيد نبي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما أدركوا إليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء شفعون إن الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون فما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا سبق من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من فقل إنما الغيب لله فانتظروا معكم من المنتظرين وإذا ذكرنا رحمة من بعد ضراء فإذا لهم مكر في آياتنا قلنا وسروا مكر إنا رسلنا يكتبون ما تكفرون هو الذي يسبحكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفجر بهم بريح طيبات وفرحوا بها جاء ريحنا عاصف وجاءهم كل مكان مذموم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بينكم وتعالى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلف منه ويأكل الناس فإنها متخذها وذات الأرض زخرفها وذكرت فإنها ألوها نفاذ عليها وطاها أمرها ليلا ونهارا فجعلنا فريقا كلم تقلب لم كذلك نرسل الله يدعوكم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم كفروا ولا ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كذبوا السيئات جزاء سيئة مثلها تركوا الله جل وعلا من عاصم كأنما أوشيت وجوههم كيدا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وسجلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت لله مولى الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار من يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق للضلال وأنا تجربون حتى كلمة ربك الذين فاسقون لا يؤمنون بالله شركائكم يبدأوا على السماء ويدون
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي الحق فمن يهدي الحق يحق أن يتبع ولا يهدي إلا أن يهدى وما لكم من تحكمون من يتبعون الذين وما يغني من الحق إلا العليم ويقولون وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله فادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يكتبوا علمهم ولما يأتيهم تعبير كذلك كذب الذين من قبلهم وكذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أعملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستكبر لي كافرا لا تسمع ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر لي كافرا لا يهتدون ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كالخطر الذين كذبوا بلقاء الله وما كالمعتدين وإما نرينك بعض الذين يدعونك فإنما يمسك الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين كل أمر بالنفسين فما كل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تذكرون أعمى والبصير هل تنتظر ما تقولون كل أمر بالنفسين فلا تذكرون هل يستوي إلا ما شاء الله كل أمة أجل فإذا جاء لا يستعجلون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أخرج لكم عليكم أن آتاكم الله بياضا ونهارا ماذا يستعجلون ولم تكن أسمع إلى ما وكما أنتم يا الآن ما كنتم تستعجلون ثم في ذلك العذاب لكل كنتم إلا بما كنتم تكسبون ويستبدلك حقه بلي بركين ولحد وما أنتم موجودين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض الذي بعثهم ودام الله ملأه الأهزاب وقضي بينهم فهم لا يظلمون لا إن لله ما في السماوات والذي لا ينفع لحكم ولا إنهم لا يعلمون وهو يحيي ويميت وإليه ترجعون قل إن يا أيها الناس جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدوركم ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وما خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله وجعلكم ما لا تبصرون وما ذنب الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله هل يفسدون على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدون إذ تفيضون فيه وما يعلم ربكم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يغفر لقولهم لله جميعا وسميع عليم لا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يذكرون لا شركاء يتبعون ويحسن بينهم لا يخرجون هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ولكن له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان يذكرون ما لا يعلمون ما تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم الله شيء وما يفعلون سنقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم متاع قليل ومتاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأنا توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم تدعون ولا تدرون فإن الذين أرسلوا منكم ولا يجد العالمين ومن فإن كذبوك فقد كذب مطرين بعضهم ذلك قوم يا كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله قال لا توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم تدعون ولا تدرون فإن الذين أرسلوا منكم
إن أجري إلا على الله وما كل من المسلمين فكذبوا فنجينا ومن معه في اليوم جعلنا خلائف وبقرة الذين كذبوا بآياتنا فكيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا هذا لسحر مبين قال موسى ادعوا لنا إلهكم ما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لنلفتنا ما وجدنا عليه يا بانا وذبناكم لكم يا بالله لكم وقومين وقال فرعون اوتوا لساكن عليم فلما جاء سكرت قال موسى لكم انتم ملكون فلما القوا بالكم سما يتمين سكر ان الله سيدرك الله لا يسمع عن المسلمين ما يحب الله يحكم بكلمته ولو كره المجرمون فما آمن موسى إذا ذريت من الآخر يكفرون موليهم يفتنون وإن في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال يا قوم وقال موسى يا قوم لقد أبلغت مقالب ينكر وامر بالله فعلي وبكلوا كل مسلمين فقالوا والذين وكلنا ربنا لا تجعلنا في القوم ظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيموا فلا تتبعوا عن سبيل الذين لا يعلمون ما جاوزنا ببني إسرائيل المغرب فأتبعهم فرعون وجنوده وجمع الواحد إذا رجعوا لغرقوا وعلى وأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل وبعثنا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا وتجاوزوا بالكفر يكذبون يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت شيء مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك الآمن تقولون جميعا فتقولون يكون المؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل لسان الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض ما تغني الآيات وانظروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ذلك حقا لنا للمؤمنين قل يا أيها الناس كلوا شيء من الدين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمركم نكون من المؤمنين ما نكن بجهل الدين خليفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يرزق به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل وليا وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب حكمت آياته مبصرة من لدن حكيم خبير
ألا تعبدوا إلا الله الذي لكم منه نذير وبشير وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واتقوا متاعا خاصا من الأجر المسلم يؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إن الله مرجوكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسرون صدورهم ليستكبروا من ولكن يستكبرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من ضابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام مكانا عرشه وللماء يبلغكم يوم السماء ما لا بل كل انكم مبعوثون من بعد الموت يقول ان كفرنا هذا الا سحر مبين ولئن اخذنا له العذاب الى امه معدوده ليكن ما يخص ولا يوم ياتي ليس مصروفا وحاق بما كانوا يستهزئون وعلى أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه النجوز والنفور ولئن ذقناه نعما بعد ضراء مسته يكون ذهب السيئات والدين ولثرب المقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك ما يوفيك فذلك سر ما يقول لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير لولا كل شيء لم يقولوا نصرا كل اشتريتم فعلي أجر بما نبذ مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واستهزئ بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك فكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منك ولن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل وعليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فارتقوا كل نخل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال فنادى نوح ابنه وكان في معذر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سامي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا رب لا يعاذر يا سماء وقليل وغيث الماء وقضي الامر واستقبل الجودي فقيل بعوضا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فكان بين من اهلك انما ذكر الحق وانت احكم الحاكمين قال ان يا نوح انه ليس من اهلك انه ملك لا يصلي فلا تصل مع الانس به من يعظك ان تكون من الظالمين قال إني أعوذ بك أن أشرك ما ليس به وإلا تغفر لي من يكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاتنا عليك وعلى أمم ممن معك وهم سلمة وسمعهم من عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنتم لا مفترون يا قوم لا تسألوا عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعلمون يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم عليكم مدرارا من يزدكم قوة ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بجنة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نقول لك بمؤمنين إن نقول إلا ضراك بعض آلهتنا بسوء قال إن يشرك له واشهدوني ولي مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إن توكلت على ربكم ما من دابة إلا هو آخذ من آسيا إلى صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفرون قوم غيركم ولا تظنون شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاءنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا من عذاب الذين واتقوا عادوا يقضي آياتنا بما صبروا واتقوا ومن كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لأنهم يوم القيامة لا إن عادا كفروا ربهم لا بوت لأحد قوم هود فإذا سكتهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستكبروا ثم توبوا إليه إن ربي كريم مجيب قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ونخلق من مالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أنتم منكم ولا بكنت من بي وآتاني من رحمة من ينصرني من الله ناصيت فما تريدون غير تكذيب يا قوم هذه ناقة لكم آية فخذوها تأكل في يد الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب كريم فعقروها فكانوا في ذلك 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا الذين آمنوا معه برحمة منا ومن يومئذ ربك الذين آخذ الذين ظلموا له في ديار الجاثمين قال لم يغنوا فيها لأن ثمود كفروا ربهم لا بد ثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأوا أيديهم لا تصلون إليك الوجه فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا بنت آلد وأنا عجوز وهذا بارك إنا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله إلا من رحم وخير بينهم المجيد رحمة الله وبركاته ولكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى جعلنا في قوم لوط من إبراهيم الخليل أباه منيب يا إبراهيم هذا إنك جاء ربك وإنما من العذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاك بهم وقال هذا يوم نصيب وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي ناظر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة وعبيدا لكم شديد قالوا يا لوط إن رسلك من يقول لك فأذن بأهلك بكتير الليل ولا يلتفت منكم أحد وأنتم خيسة وقالوا كدين لذلك الأمر ويخطب إلا امرأته إلا امرأته من يصيبكم أصحاب الموعظة وصدق ليس الصدوق قريب فلما جعلنا لأصحاب وقتلنا عليهم حجارة من سجيل من دون مصطفى ما تلد بك وما هي من الظالم من بعيد بين آمنتنا قوم شعيبا قال يا قوم لا ما لكم من الله غيره إني أخاف العذاب يوم يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالكتاب لا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان خير من يخاف العذاب يوم يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالكتاب لا تبخسوا الناس أشياء ولا تسفلوا المفسدين بقية الله خير لكم من كل مؤمن وما أنا لكم حفيظ قالوا يا شعيب قالوا يا قوم تعجزكم يا قالوا يا شعيب ما نكفر ما تقولوا ويا قوم أوفوا المكيال بالميزان ولا تبخسوا يا قوم أوفوا المكيال بالميزان بالكتاب ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تسفلوا المفسدين بقية الله خير لكم من كل مؤمن وما أنا لكم حفيظ قال يا قوم يا ريت منكم ولا بنات من ربي فلتكن من هرزنا خطنا وما أردون خالق بلا ما نهاكم عنه يريد إلا الإصلاح ما استطعت ما توفيقي إلا بالله توكلت وإليه فيا قوم لا يجوز منكم إشقاق يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا شعيب قال يا شعيب ما ولا أنت قال يا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهتك ذلكم لله واتخذوا براكم لهداية مما تعملون مهين ويا قوم اعملوا ولا مكانكم يعملون سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويخلق من هو كاذب تكون معكم رقيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي وما أفنت الذين لم يستكبروا فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بد المدينة كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وليس تبعهم فرعون وما أمر فرعون بالرشيد يقلب قومه يوم القيامة فورا من نار فبئس البرد المورود واتبعوه في هذه الدنيا لا في هذه يوم القيامة بئس الرفد المنفوذ ذلك من أنباء القرآن نقص عليك منها قائم وحيد وما ظلمنا ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربكم وما زادهم غير تتبيب
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه هو لمن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم ينظر الله الناس ذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لما يريد وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يأبى ولا تك في مرية مما يأبى هؤلاء ما يأبون إلا كما يأبى آباؤهم من قبل وإن علموا نصيبا غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلفوا فيه فلولا كلمة سبقت من قضي بينهم فيما فيه يختلفون وقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم بما يعملون خبيرا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا بما تعملون بصير ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيموا الصلاة وأطفئوا النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا وهم اتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيها كانوا مجرمين وما كانوا بقول يهلك القرى بظلم ما لهم مسرفون ولو شاء ربك لجعل الناس متواحدة وما يزالون مختلفين إلا من ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نقص جاءك الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون عملوا ولا مكان كنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا بني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تكفروا يا قال أحمد ويكيد لك كيدا إن الشيطان ثانية مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويذكر لك وعلى أن يعبدك ما على عبدك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف إخوة آية للصائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا نحن أصبحنا أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والمخفي غيابا ليلتقطوا زيارة كل فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إن له لناصحون أرسل معنا بغي يتبع لبينا له الحافظون قال إني أخذ بك أخاف أن يأكل الذئب وأنتم غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبحنا إلا خاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا الجن في غيابة الذئب وأوحينا إليه لتكون أنهم يأكلون ما ذبحوا لا يشركون ما شاءوا وما هم شاهدون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسرق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سبلت لكم أنفسكم صبر جميل والله المستعان ولما تصفون وجاءت فاجات فاضلوا فاضلوا فاجات فاضلوا فاضل هذا قال يا بشرى هذا غلام واسم بدام الأولين بما يعملون
وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الظاهرين. وقال الذي اشترى بالنصر لامرأته يكرم مصاوثا إنسانا تأخذ ولدا كذلك مكنا للإنسان في الأرض وأن نعلمه من تأويل الأحاديث ويتم التورك وعلى آل يعقوب ما تم على بيت من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علم يعلم من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى حكم وإمام كذلك الذي المحسنين ولا بدة التي يوفي في بيت المسجد وغلقنا بواب. وقال نهيد قال معاذ الله إن ربي يقتل مسوى إنه لا يفلح الظالمون ولكن همت به وهم بها لولا أن أبرهن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب كذلك ميسا ومن دبر مال فيا سيدا هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بذلك سوء من يسجن عذابا قال هي رابطة نفسي وشاهد من علي أن كان كميسه قلت من قبل فصدق وهو من القائلين من كان كميسه قلت من قبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى كميسه قلت من قبل قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف وأردنا هذا فاستكبرن بجهنك كنت من الخاسرين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ذلك مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن مقاصدا لهن متقوات كل واحدة من الناسكين مكانة تخرج عليهن فلما رأينه وقبلنه كتنهن وقلنا غاشا لا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكم الذي ملك راوته نفسه فاستعصم عليه لم يفلح. قالت فذلكم الذي ملك راوته نفسه فاستعصم عليه فأمره ليسجن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه فلا تفتني كيد والناس إليه معكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فنفعله كيدا إنه هو السميع العليم. ثم بدا له من بعد ما لم يأتهم متقين ودخل معه السجن فتيان قال أخذوا معي يراني يزرع خمرا وكان الآخر يراني يحمله فوق رأسه من تأكل بين منه نبينا بتأويله نراك من المحسنين. قال لا يأتكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتكم عذاب من علمني ربي إذنكم من أتكم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعوا ملة آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. واتبعوا ملة آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يا صاحبي يستدعي الأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسما سميتم وأنتم آباؤكم ما أنزل بها من سلطان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي يستجري عما أحدهما في يسير خبرا وأما الآخر فيسلم وتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكر عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إننا سبع بقرات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ما أخر يابسات. يا أيها الملك وأتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون قالوا الهوس وأقلام بما نحن بتأويل الأقلام يعلمون. وقال الذي نجا منهما وذكر بعضهم وإننا بكم تعملي فأنزلوا يوسف وأيدتم وأفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ما أخر يابسات لعلي أرجع للناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما تزرعوا في سبل لكن مما تأكلون ثم يأتي مما ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا مما تفسدون ثم يأتي مما ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأتون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ائتنا بك فاسألوا ما بال النسوة استطعن أيديهن إن النار بكيدهن عليم. قال ما حسبكن إن روتن يوسف نفسكن فاحشرن ما كن حاجرن ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسبت الحق وأنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
किस्मत में मेरी वो चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। हो जन्नत भी हो जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातब तकदीर मदीना लिख दे। सल्लल्लाहु अलैका या हो या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बंदिया जहान ते बंदिया जहान ते करीना गुमान वे सदा नहीं रहना थे कैसा इंसान वे बंदिया जहान ते करीना गुमान वे सदा नहीं हो रहना थे कैसा इंसान वे। दुनिया दे लारे आते दुनिया दे लारे आते क्यों मगरूर होयो दुनिया दे लारे आते क्यों मगरूर होयो बंदा हो के रबेदा क्यों रब कोलो दूर होयो। 4 दिन दी जिंदगी फानी जहान वे सदा नहीं हो रहना थे किसा इंसान वे बंदिया जहान ते करीना गुमान वे सदा नहीं हो रहना थे किसा इंसान वे। दुनिया दी मंडी ते सौदाए वपार दा दुनिया दी मंडी ते सौदाए वपार दा घाटा पांदा हुआ जेड़ा रब नू विसारदा
सोच लेवी बंदे आए थे, सोच लेवी बंदे आए थे, नफा नुकसान वे सदा नहीं और लड़ाए थे इस इंसान में। मैं नीवा मेरा मुर्शदे ऊंचा, ते मैं उचिया दे संग लाही, भर भर मशिका पावे ते मालिक दा कम फल फुल नाड़ा भुलावे या ना लावे।